السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جاية اعمل لكم يوم عادي، يوم روتين الست المصرية اللي بتعمله كل يوم. بعمل ايه دلوقتي معاكم؟ بعمل صينية مكرونة بالبشاميل. طبعا انا مجهزاه ومحضراه لان عملت لكم فيديوهات كتير كتير مفصلة من الالف للحد الياء. ان دلوقتي بحط كبشه من البشاميل في القاع بتاع الصينيه عشان خاطر لما اقطع المكرونه ما تلزقش وتعمل كده قشره من تحت. فعايزه كله كده ايه يطلع معايا وميبقاش ملزوق في الصينيه. تاني حاجه هحط العصاج بتاعي، عملته كتير اول عصاج في فيديوهات كتير زي ما احنا شايفين اهو. العصاج بحطه افرده كده في الصينيه حبه حبه، افرده كله وبعد كده احط الجزء التاني من المكرونه اللي معايا. شايفين اهو الجزء التاني من المكرونه احطه معايا من فوق كده، اسويه كله، اسوي بيه الصينيه كلها زي ما احنا شايفين كده. كانت المكرونه تحفه تحفه تحفه، كل اللي دقها قال بسم الله ما شاء الله. حبيت اعمل صينيه كبيره مش وسط ولا صغيره، عملتها كبيره عشان كان في ناس عندي فلازم يدوقوا من المكرونه اللي انا عاملاها. طبعا فاض معايا مكرونه، المكرونه دي مش هرميها، هسيبها في اي يوم اعمل عليها صلصه عشان خاطر اعملها جنب ايه كفته او سجق او ايا كان اللي هتعملي جنبيه. ما ترميش حاجه لانك انت شايفه الاسعار عامله ايه، فما ينفعش نرمي اي حاجه دلوقتي، كل حاجه نستنفع بيها. معايا برضو كيس جبنه الحمد دلوقتي. جبنه الحمد هي بسم الله ما شاء الله اللي كله بقى يستخدمها عن الاطباء كمان. جبنه الموتزاريلا الاطباء ما بقتش زي الاول، كانت الاول ليها مطه كده وليها طعم مميز. دلوقتي انا بستخدم جبنه الحمد لان هي زي ما هي ما غيروهاش طبعا. هتحطي من فوق كده عشان بيعمل قرمشه كده في صينيه المكرونه، بيبقى طعمها تحفه تحفه تحفه. بسم الله ما شاء الله عليها، كانت صينيه دسمه وجميله جدا. ما تنسيش لو وصلت لحد هنا في الفيديو تعملي لايك عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات اللي بنزلها. طبعا روتين كل يوم اي ست ايه بتعمل ايه في المطبخ؟ بتغسل مواعين. طبعا انا مش من النوعيات اللي بفضل غسالة الاطباق لاني انا بحب يبقى حبه حبه اعملهم، مش اركن المواعين كلها. اصل لو جبت غسالة الاطباق هضطر اركن كل المواعين وفي الاخر احطها في الغسالة تتغسل. فانا بحب ايدي تبقى في اي حاجه كده وانا واقفه. السلك الالومنيا دوت بحبه في الالومنيا، بيعمل لمعه كده في الالومنيا وبيخليها بتبرق الالومنيا او الاستانلس. ما تسيبيش اي حاجه وانت واقفه، غسيل مواعين، اطباق، كوبايات، تمسحي المطبخ، ترتبي حاجات وراكي، تنزلي مطبقيه الاطباق في يوم كده، كل يوم تعملي حاجه في المطبخ. تعمليها من اول الف لحد الياء. مش شرط ان يجي عيد او مناسبه اعمل فيها انضف المطبخ او انضف حاجه. رتبي حاجتك ورتبي وقتك وانت هتعملي كل حاجه وانت واقفه، ومش هتحسي ان في حاجه ناقصاكي. يجي عليك العيد كل حاجه حاجتك مترتبه. مش شرط ان اجي العيد وافضل انضف تنظيفه العيد، لا لا، لازم تنزلي مطبقيه الكوبايات في يوم، مطبقيه الاطباق في يوم، المطبخ من اوله لحد اخره تزعفي كده وانت واقفه في يوم. وهنا بوريكم انا كنت جايبه جبنه من في واحده فلاحه كده بتجيلنا في الاسبوع مره، ليها كده يوم مخصص كده بتيجي فيه. جبت منها جبنه قريش دي. انصحك تجيبيها على طول. انصحك الجبنه القريش تستخدميها انت وعيالك لان هي من لبن طبيعي، مصنع من لبن طبيعي. انما الجبنه العلب طبعا معموله من دهن نباتي، فمصنعه طبعا، فدي طبيعيه 100% الجبنه القريش. كان معايا برضو بقوي جبنه برضو في كيس تاني. ما بحبش كده احط في كل حبه كده في كيس، بحب كلهم يبقى في علبه واحده. بصوا العلبه بتديها شكل حلو، تاخدي منها في طبق تحطي عليها طماطم، طحينه، زبادي، يبقى طعمها حلو. وده كيس ليفت ماما كانت مدهوني، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. قلت برضو بدل ما يبقى في كيس كده بحس ان الحاجه مش مترتبه او متنحكشه لو كل حبه في كيس. بحب يبقى الحاجه محطوطه في برطمانات محكمه الغلق كده، تاخدي منه على قد ما هتاكلي الاكله وترجعي تاني. بصوا المطبخ بقى فله، ايوه حاجه كده تشرح القلب، حاجه تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك.
صينيه المكرونه طلعت جميله جدا. بصوا لونها حلو ازاي، لونها ذهبي كده وجميل كده من فوق. بسم الله ما شاء الله، جميله تحفه تحفه تحفه. ما ينفعش نقطع طبعا صينيه المكرونه او اي صينيه نقطعها اول ما تطلع من الفرن، لا، نستنى تهدى كده تبرد وايه واقطعها. لو انت قطعتيها وهي سخنه صدقيني مش هتتهني كده بقطعه منها، كلها تبقى مفرفطه وتتحرجي قدام ضيوفك. فعلى ايه، نستناه لما تهدى خالص ونقطع. بالنسبه للبنات المبتدئين لسه العرايس الجداد، تهدى خالص ونقطع منها. بصوا البرطمان اللي هناك دوت الليفت اللي حطيته، والبرطمان اللي جنبه كنت مخليه ليمون، كنت عاملاه برضو في فيديو. بصوا خرطة المكرونة، بسم الله ما شاء الله تحفة. اللهم بارك اللهم بارك، وربنا يدي الصحة لكل واحد بيعمل كل حاجة. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب، احسن ما بين ايدينا. اقطع خرطة تاني كده زي ما احنا شايفين. طبعا انا قاعدة في بيت عيلة فهنزل الخرطتين دول كده لحماتي. طالما انت حماتك موجودة معاكي في نفس البيت لازم تدوقيها من اللي انت بتعمليه. ادوق معاكوا حتة كده. حطيت حبة من اللفت اللي امي مدهوني. بصوا المكرونة دسمة بتتكلم عن نفسها طبعا. اللهم بارك اللهم بارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.